خلاص امسك ما تشيلهاش. حاضر يلا بس جمعوا كده بعد اذنكم عشان مش هعرف اتحرك عشان الفيشه. الحمد لله. ومصر هو في وسط الطياره بس الحمد لله خدنا طمنونا الجو هناك 10 على 10. رفقا بالدستور. الله المستعان. رفقا بالدستور. لا ومن اول امبارح يا شباب برضه الحمد لله حد يشوف كل حاجه هتعدي ان شاء الله. مش اي حاجه. هي دي مصر، هي دي مصر. دكتور صاروخ قلب المجموعه، مدام منى لفي، هبه ادخلي. هي دي مصر بجميع شعبها وبجميع طوائفه، سلف، مصريين، شرطه، الشعب والشرطه ايد واحده. احنا كده بننفي تماما تماما اي شائعات بتقول ان مصر فيها حرب اهليه او النسيج المصري اتفتت. تبا للاعلام الموجه. تحيا الشرطه المصريه، تحيه في عيدها القومي من لمسه وفاء لمصر. كل سنه وانتم طيبين. يا باشا تحت امرك جاي مع التليفون. حاضر. الو. انتوا ناس محترمه وطبعا اهالينا واحنا يعني كل انسان وليه دور في حياته، ولازم الانسان قبل ما يطلع من بيته يعرف هو طالع ليه، هو رايح الشغل ده لايه، يأذي نفسه سواء بإساءة الناس ولا ينفع نفسه بطاعة ربنا وطاعة الناس. شكرا. لازم كل انسان في اي موقع يعني يقابل اللي جاي له كأنه اخوه. لو هو اخوه كان هيقابله ازاي؟ لو هو في نفس المشكله دي كان هيقابله ازاي؟ صحيح. لازم ياخد صوره. طبعا لازم زادك توم يا فندم والله. بنحيي لمسه وفاء لمصر، لمسه وفاء لمصر. بنشكر من لمسه وفاء لمصر شكر خاص لاخواتنا حزب النور لانضمامهم في اللجان الشعبيه لحمايه وتشجيع ودعم نفسيه اخواتهم في الشرطه. تحيه. هي لشهداء الشرطه ومصاب الشرطه. دايما وانا متاكد ان 25 يناير هو عيد شرطه فقط. هو عيد حضرتك انضم للصوره عشان اعرف اجيب انضم للصوره عشان اعرف اجيب. هو ده عيد لمصر فعلا، لان هو لما الناس او ربنا سبحانه وتعالى اولا هذا ملك الله ولا لاحد ان يغير في ملك الله شيء الا بمراد الله. تمام؟ فاي تغيير 25 يناير فهي دي اراده ربنا، لان ده ملك ربنا ومحدش يقدر يغير في ملك ربنا الا باراده ربنا. ربنا اراد ان كل انسان ياخد حقه وجزاءه. الظالم ربنا سبحانه وتعالى يقتص منه، والمظلوم ربنا يرفع عنه الظلم، وان احنا نرجع تاني نأدي عملنا الانساني اللي ربنا خلقنا بيه، ونحترم القضاء، نحترم حكم القضاء. هنحترم القضاء. خلاص. كل انسان فينا خلق لشيء، ومحدش يقدر يقول لك انا لا، ده هو ربنا اللي اراد بهذا الانسان ياتي في هذا المكان. كل انسان فينا بيقوم بمهمه معينه لابد يتوقع ان ده اخويا، دي اختي، ده قريبي لو انا اتحطيت في المكان كده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولذلك الناس الامريكان والاجانب قال لك المسلمين عندهم آية وحديث ان طبقوه بقوا اكفأ ناس في الدنيا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال الآية القرآنية كالبنيان المرصوص يشد بعضهم من بعض.